السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ خلصنا الاوردر بلوك ولسه ممكن يكون في ناس متزاوله شويه من الموضوع، ولكن طبيعي لو انت اول مره تسمع عن اوردر بلوك طبيعي جدا. ولكن لازم تعرف الشروط كويس جدا، لان اي شرط من الشروط دي مش موجود بيبقى الاوردر بلوك بنسبه كبيره تراب. طيب احنا خلصنا الهيكل وهنخش على مناطق الاهتمام. بعد ما خلص لك مناطق الاهتمام ممكن حلقتين ثلاثه هعمل لك مراجعه على كل اللي خدناه. الذهب مثلا وليكن من سنتين فاتوا الى الان. هنبدأ نمشي مع الهيكل واحدة واحدة، نشوف السعر اللي بيتفاعل مع ايه، مع اني اوردر بلوك، اني بريكر بلوك، وهكذا. فانت ما تستعجلش، لو انت فاهم 50-60% انت كده ممتاز ماشي. طيب خلينا بقى ايه نخش في الحلقة الجديدة وهي البريكر بلوك. بص يا سيدي، البريكر بلوك اولا او مناطق الاهتمام اللي احنا نبدأ نشرحها ان شاء الله. انت بما ان انت عرفت الشروط دي، خلاص يبقى بنسبة 90% كل الشروط فيها او ممكن تقل كمان. فانت مناطق الاهتمام كلها تبقى بالنسبه لك سهله اللي جايه، لان هي اغلبيتها فيها الشروط دي. تعال بقى بريكر بلوك نشوف بيبقى موجود فين في الهيكل عشان نبدا نستخدمه. بص يا معلم، انا وليكن دلوقتي عندي اتجاه صاعد ماشي زي كده، ان احنا المره اللي فاتت عملنا على اتجاه هابط. فانا دلوقتي بالنسبه لي فين اخر اتنين بص، وليكن انا عندي هنا اخر بص واخر بص في المنطقه دي. طيب فين التشوك بتاعي؟ والله ده التشوك بتاعه واضح جدا. فين التشوك؟ تمام كده يا سيدي. طيب انا دلوقتي مستني ايه؟ مستني السعر يصحح، ببدا ادور على اوردر بلوك في المنطقه دي عشان اشتري. انت فهمتني كده الحلقه اللي فاتت يا عمرو؟ اقول لك ايوه صح. ولكن السعر بقى بيعمل لك ايه بقى؟ يقوم عامل لك كده كسر لك الايه الاوردر بلوك وما احترموش. طيب انت في الكسره دي وما احترموش هتبدا تعمل ايه بقى؟ هتبدا تدور على، بما ان هو عمل لك تشوك، هتبدا تدور بدل ما انت بتدور على صفقات شرائيه هتدور على صفقات بيعيه. فهتبدا بقى هنا تدور تشوف اي منطقه ايه اهتمام في المناطق دي عشان تبدا تبيع. صح كده؟ صح. اقول لك صح، بس انا اول حاجه هدور عليها الاوردر بلوك اللي اتكسر ده، هقوم عامله كده مسميه بريكر بلوك وابدا استخدمه. تلاقي السعر معامل لك كده وهوب مره واحده في هبوط. طب يعني ايه كده؟ ما الموضوع سهل. لو هو سهل والله طلع بس انت الاوردر بلوك، وبعد ما يتكسر اكتبوا اسمه بريكر بلوك وخلاص. طب ايه شروطه؟ والله هي نفس الشروط، لان انت اصلا مش هتعرف تطلعه غير لما تطلع الاوردر بلوك. ولكن هتتغاضى عن شويه شروط اللي هو ايه، ما يكونش استعمل قبل كده. احنا فاكرين الاوردر بلوك قلت لك ايه؟ قلت لك لو لقيت ان الشمعه دي عملت كده ما نستعملوش خلاص لان هو استعمل قبل كده. ولكن البريكر بلوك اصلا هو استعمل، فمعنى ان هو استعمل خلاص الاوردر بلوك اتشال وبقى بريكر بلوك. طيب في حالة تانية، ايوه في حالة تانية، وهي ايه؟ وهي ان انا لما اجي بدور على اوردر بلوك في الهيكل بتاعي، خلينا نمسح دول مثلا. لما انا باجي ادور على اوردر بلوك في الهيكل بتاعي بدور عليه تحت. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا في المستوى الاول هناخد استراتيجية شراء بس مع الاتجاه صح. ولكن انت اصلا طول ما السعر بيديني قيمة، ما القمة دي لو ركزت عليها هتلاقيها ايه؟ باوردر بلوك. القمة دي هتلاقيها ايه؟ اوردر بلوك. اغلبيه القيم بتبقى كده. ليه؟ لان بتبقى شمعه سحب السيوت اللي قبلها مش ميتيجيت، مكونه بعدها فير فاليو جاب. المهم هنعمل عليها دلوقتي. فتلاقي ان السعر مع طلوعه اول مره انت هنا مستني السعر يعمل لك ايه؟ هنا اوردر بلوك تشتري منه. السعر معمل لك ايه؟ يقوم نازل مصحح على البريكر بلوك كده. هو خلاص زي ما قلت لك بقى بريكر بلوك بكسره، وبعد كده يطلع يكسر لي ده، ما ده بقى بريكر من اوردر بلوك بيعي وليكن، يعني في ناس بتبيع من المناطق دي، بقى بريكر بلوك شرائي. خلاص فهمت الحته دي ولا ما فهمتهاش؟ هنوضح كل ده على الشرط دلوقتي، ولكن هوريك ده كان اوردر بلوك. هي اوردر بلوك، هي شمعه اوردر بلوك، ولكن احنا ما بنستخدمهاش. ولكن هي كشمعة محققة الشروط، بكسرها حققت الشروط، بقت بريكر بلوك تقدر تخش تعمل لك كده السعر يقوم طالع. فهمنا الحتة دي؟ طب تعالى بقى ايه نخش على الشرط عشان ما تتوهش مني. بص يا سيدي، اي شمعة، اي شمعة سيبك بقى من الاتجاه وكده، محققة شروط الاوردر بلوك هي دي، وليكن الشمعة دي محققة شروط الاوردر بلوك، فانا هشدها كده مع كسرها السعر يصحح عليها ويبدأ ايه يصعد. تعالى بقى اوريك مثال على الذهب لان اليورو مش واضح. فين بقى المثال ده؟ اخر حلقة للذهب. فين المثال؟ ايوه ممكن اقول لك
ممكن اقول لك المنطقه دي هي اي نعم السعر ما صححش عليها، ولكن ده اوردر بلوك صح، اشده كده. انا مستني السعر يوصل له وابيع. بعد ما باع كان اوردر بلوك، هشده كده استنى السعر يصحح عليه واخد كونفirmation وايه واشتري. طب فين تاني فين تاني فين تاني؟ هقول لك انا دلوقتي. طيب لان انا مش مجهز، سوري يا شباب. تعالى يا سيدي. فين في الاتجاه الصاعد بتاعي؟ ايوه اهي. والله كنت اقدر اقول لك بس ده مش اوردر بلوك. طيب فين يا سيدي؟ فين اهو. ده برضه ده مش اوردر بلوك، وليكن ان دي شمعة اوردر بلوك مخفية ناخدها بعدين. بص السعر عمل لك ايه، ما احترمهاش في الطلوع، نزل سحبها وطلع. طيب فين تاني يا سيدي؟ والله ممكن نقول دي. دي شمعة اوردر بلوك في الاتجاه الصاعد، نشدنا كده وهستنى السعر يصحح عليها وهبدأ اشتري. طيب فين تاني؟ اهي نموذج اهي. مش ده بريك اوف ستراكشر اهو، صح؟ وبعد كده جاب لي بريك اوف ستراكشر تاني فوق اهو، صح؟ طيب البريك اوف ستراكشر ده عشان السعر يهبط، باخد انا الاوردر بلوك بتاعه كده في المنطقه دي كده. هو استعمل، اي نعم استعمل خلاص، ولكن مش اوردر بلوك، انا ما بستخدموش في البيع. هو اي نعم السعر صحح عليه وبدا يهبط، ولكن انا ما بستخدموش في البيع، انا بستخدمه فين؟ في الشراء. زي ما انت شايف بقى بريك بلوك محترم والسعر يكمل عليه صعود. تعالى تاني اهو يا سيدي، وليكن ان دي شمعة اوردر بلوك اهي. نشد كده تلاقي السعر صحح عليه ويبدا اهي. شمعة محترمة. شوف السعر عمل ايه. طيب فين تاني؟ المهم ان انت ما بتستخدمهاش غير في حاجتين، ايه هما؟ ان انت، خلينا اجيب لك واحدة تانية مثلا. في هنا اوردر بلوك. كفاية كده ان احنا لما نطبق هيطلع معانا بقى بالصدفة ان انا مش مجهز، ماشي. المهم ان احنا عرفنا ان احنا لما يجي اتجاه صاعد ولا كده، الاوردر بلوك اللي هو اتجاه صاعد ده كده، المنطقة دي بيبقى اوردر بلوك، بس انا ما بستخدمهاش لان هي بتبقى عكس الاتجاه. السعر تلاقيه بيصحح عليها وبيصعد، ده اول حالاته. تاني حالاته ان انا عندي في الاتجاه الصاعد بعمل اوردر بلوك عشان اشتري منه، بكسره ما بشيلهوش عشان السعر بيصحح عليه وبيكمل هبوط. اتمنى تكون فهمتني، حلقه خفيفه كده. لو مش فاهمها طبيعي جدا. في التطبيق بقول لك هجيب لك الذهب من سنتين 3 سنين فاتوا وارجعه لك لحد دلوقتي اخر شمعه، وهنعرف ازاي بيحترم الهيكل بتاعنا، وهنعرف كلامنا صح ولا لا. بالنسبه للهيكل ما بنستخدمش انديوسمنت، بنستخدم الموضوع الحاجات السهله بس. واحده واحده هتفهم كل حاجه. استناك ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم.